بحب الاي اس ام ار جدا حرفيا. دي جات لي في عيد ميلادي يا جماعه، وبجد انا كنت محتاجه حاجه زيها عشان اشرب فيها ميه، لان انا بحب اشرب ميه كتير جدا، فحبيت اوريها لكم. هاي يا جماعه، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شكرا جدا 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 على ال 2K سبسكرايبرز او 2000 مشترك. بجد انا مبسوطه قوي، وحاسه ان احنا عملنا كده رقم قياسي ووصلنا لرقم حلو قوي. فاتمنى ان انتوا تفضلوا تدعموني لحد ما نوصل لارقام اعلى واعلى واعلى. فيديو النهارده زي ما انتم شايفين طبعا نو ميك اب، نو اي حاجه خالص. حاسه ان شكلي مش الطف حاجه، بس تغاضوا عن ده، احنا شويه كده اصلا هنعدل شكلي ده كله. في فيديو النهارده هعمل معاكم ميك اب اشتين اوليفيجا اللي بتعمله في العادي، وكمان اللي عملته في مسلسل جوهرة القسم اي. تراني احبها جدا الصراحه، ومن كتر حبي فيها قررت ان انا اعمل الميك اب بتاعها. غير كده كمان ان في ناس كتير من العرب اللي تابعوا المسلسل بيحبوها جدا جدا جدا، والصراحه انا زيكم انا بموت فيها الصراحه. والنهارده مش بس هنعمل الميك اب بتاعها، احنا كمان هنقول معلومات كتير عنها احنا ما كناش نعرفها. ازاي بدات تمثيل، وازاي اصلا كانت في ايه الاول قبل ما تمثل، وليه اصلا بدات التمثيل. كل ده هنعرفه النهارده في فيديو النهارده. فما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتشيروا الفيديو ده مع كل محبين اشتين. اول حاجه انا هعمل الميك اب بتاعها في الفيديو ده، والمفروض ان هي بدات اول حاجه على طول بالمرطب. بس انا ما فهمتش هي قالت ايه الصراحه، بس انا سمعت كلمه سان سكرين، فخلوني احط الاول سان سكرين زي ما هي عملت بالظبط. بس في الحقيقه انا مش هحط سان سكرين، انا هحط وايتنينج كريم. هتسالوني ليه؟ اقول لكم معرفش، انا الفتره دي بحب الوايتنينج كريم اكتر من السان سكرين، وبحس ان هو جايب نتيجه معايا. فده اللي انا هعمله دلوقتي. بصوا يا جماعه، هي الميك اب بتاعها اصلا يعني سيمبل قوي، ينفع حرفيا ان انتوا تروحوا بيه في كل حته وتعملوا بيه كل حاجه. انا بس خايفه ان هو ما يطلعش حلو في الكاميرا، لان الكاميرا زي ما انتوا عارفين ان لما تيجي تصور حاجه بتحتاج ميك اب يكون قوي عشان يبان، وعشان يكون يعني باين للناس بطريقه تكون حلوه ويطلع شكلك حلو في الصور. انا بس خايفه على الطرحه، حرفيا خايفه على الطرحه. تسالوني ليه بتحطي الوايتنينج كريم؟ الصراحه الوايتنينج كريم اصلا المفروض بيتحط مرتين في اليوم، وانا الصراحه بحبه اكتر من سان سكرين عشان خاطر بيبقى حلو قوي مع بشرتي. بحس السان سكرين بيخلي بشرتي مدهننه، ما بحبش حرفيا ان يكون بشرتي مدهننه خصوصا في الصيف. فانا جربت كذا نوع، والصراحه كلهم بيخلوا بشرتي مدهننه قوي، عشان كده بستخدم الوايتنينج كريم. تعالوا بقى نحط المرطب واحنا بنتكلم عن مين هي اشتين اوليفيجا. اشتين يا جماعه اتولدت في شهر مايو سنه 1999، وفي الحقيقه دي السنه اللي انا كمان اتولدت فيها. فهي حاليا عندها 26 سنه، وبرضو انا كمان عندي 26 سنة. اصلا اللي ما يعرفش، اشتين عمرها ما بدأت مسيرتها كممثلة، هي بدأت مسيرتها كفنانة غنائية. 2016 اشتركت في برنامج Born to be a Star. البرنامج ده بيتعمل في الفلبين عن المواهب الغنائية وكمان الناس اللي بترقص. يعني هي من الآخر قررت، أو هي بدأت مسيرتها كفنانة ايدول أو كايدول عموما عندهم في الفلبين. فلما اشتركت في البرنامج دوت طبعا بدأت مشوارها الأول. بعد كده في 2017 انضمت لفرقة فلبينية اسمها يو جو جيرل، وكانت وقتها بتحب الرقص جدا والغناء، وهي الصراحة هي صوتها حلو جدا جدا جدا، وكمان هي بترقص حلوة قوي. من وقتها وهي بدأت كمان تعلم أكتر عن الغنى وعن الموسيقى وعن الرقص. وبرضو من ضمن مسيرتها في الموسيقى انضمت لفرقة اسمها بي بوب جنريشن، ودي كانت تقريبا في 2019. واخر حاجة هي فيها حاليا فرقة ليتس اللي هي انضمت ليها في 2021، والفرقة دي مكونة من 5 بنات، هي العضوة الخامسة. وفيها يا جماعة البطلتين اللي كانوا في جوهرة القسم ايه، انا مش فاكرة اسمهم الحقيقي. بعد ما حطينا المرطب هي عملت حركة انا شخصيا بعملها في الميك اب بتاعي، فهي عملت حركة انا بحبها قوي قوي ودايما بعملها في العادي، وهي انها تحط تنت او حطت الروج الاول. يعني هو ده بالنسبه لي تنت الصراحه. بعد ما بخلص السكين كير على طول بروح حاطه التنت ده، وبحطه على خدودي كمان. يعني ده في العادي، ده الميك اب العادي، لكن احنا مش هنحط هنا لان احنا بنعمل زيها. فهي حطته على بقها. بعد النقطه دي هي حطت بلاشر على خدودها، ودي برضو حاجه انا بعملها بالتنت. فانا هستخدم تنت عشان انا ما عنديش بلاشر ليكويد حاليا، فهستخدم او هعمل الحركه دي بالتنت زي ما قلت لكم.
انا حاسه ان اللي انا حطيته ده كتير جدا جدا، حاسه ان الفرشه هتكون يعني هتبوظ الدنيا، بس انا هحاول يعني ما بوظش الدنيا. بصوا زي ما توقعت هو كتير جدا. بعد ما حطت التنت او البلاشر على خدودها حطت الفاونديشن على طول. ودي برضو حاجه زي ما قلت لكم انا بحب اعملها. هي قالت في الفيديو ان الفاونديشن بتاعها بيديها ناتشرال لوك، وده اللي احنا هنعمله. انا مش هحط من الفاونديشن بتاعي اللي انا بحطه في العادي لانه فيه كفرج عالي شويه، فانا هختار فيتمي عشان فيتمي بالنسبه لي اصلا كاني مش حاطه اي حاجه. ونقط، انا خايفه على الطرحه جدا، مش قادره اقول لكم انا بحب الطرحه دي قد ايه. وهنحط هنا، هي ما حطتش نقط كتير الصراحه، وده اللي احنا هنعمله عشان احنا مش عايزين نبقى. طبعا هي مشهوره قوي، وبس الفانز بتوعها ما كانوش حاسين انها من المشاهير، لانها كانت بتتعامل ببساطه جدا، وكانت بتحب انها تبقى بسيطه قوي، ومش زي المشاهير يعني اللي هم بيتعاملوا بقى كانهم حاجه كبيره، وان هم ما يمشوش في الشارع براحتهم وما يروحوش اي اماكن. لا، هي كانت بسيطه قوي، وكانت بتحب تتعامل ببساطه جدا في اي موقف او في اي حته عموما، وده اللي خلى ناس كتير قوي يحبوها. ومن بعد ما خلصت رسمت في فرقه ليتس قررت انها تخوض تجربه التمثيل. اشتن يا جماعه اول دور تمثيل ليها كان في 2016 في برنامج اسمه تروبس، وفي 2017 كان ليها دور جانبي في مسلسل اسمه The One That Got Away، وكملت مسيرتها ل 2019 و2020 و2021 2022 و2023. مثلت في كذا مسلسل، بس عمرها ما كانت دور بطولة، يعني عمرها ما كانت البطلة. هي كانت يا إما دور ثانوي يا إما دور جانبي، يعني دورها بيبقى رمزي قوي، مجرد دور بسيط خالص في المسلسل. وأول بطولة ليها كانت في 2024 و2025 في مسلسل أنج موتيانج سيكشن إي، جوهرة القسم إي، وده كان أول عمل ليها من بطولتها يتم نشره، إن هي يعتبر بقالها سنين في الشركة بتاعتهم وأخيرا حلمها اتحقق. أشتين يا جماعة طول عمرها نفسها تمثل أدوار أكشن، عشان كده لو تلاحظوا إن في مسلسل جوهرة القسم إي في الأدوار البسيطة اللي كانت في المسلسل فيها أكشن كانت بتبدع فيها. يعني حتى الادوار القتاليه اللي هي كانت فيها، لما ضربت الولد اللي خطفها، شفتوا قد ايه كانت يعني بجد متمكنه قوي من الدور ده، وعملته حلو قوي بصراحه من رايي. فهي الصراحه بجد ابدعت في الادوار دي، وانا نفسي 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 بجد تعمل مسلسل اكشن زي ما هي بتحلم، لانها موهوبه جدا. والصراحه هي قالت ان تمثيلي ما كانش احسن حاجه على مدار السنين اللي انا شاركت فيها في ادوار ثانويه، وقالت ان هي اخدت الادوار دي عشان بس تتمرن وتاخد خبره، عشان بعد كده لما تبقى يجيلها دور بطوله تبدع فيه، وده فعلا اللي هي عملته. انا هستخدم كونسيلر بتاع لوريال، ده لون بينك بس فاتح قوي، يعني لايت قوي زي ما هي قالت بالظبط. فاحنا هنحط 3 نقط زي ما هي عملت بالظبط. صراحه يا جماعه الميك اب بتاع الاسيويين عموما دايما تحسوه بسيط قوي قوي قوي، وتحسوه كده مش كتير. يعني بالنسبه لي اصلا الميك اب بتاعهم كانه مش ميك اب. يعني بعد كده هي عملته بالسبونشة، اخدت بالكم التنت هنا ما اتدمجش كويس ونشف، فمش مهم. الكونتور خد يعني هنا كده، حطت حته بسيطه قوي، يعني معرفش ايه لازمتها الصراحه. خدت بايديها كده الكونتور وعملت كده. الخطوه اللي بعد كده هي حطت ايلاينر. تعالوا نشوف الايلاينر بتاعي بس فيه اصلا ولا لا. حطت خط كده بسيط قوي، زي ده بالظبط. او ماي جاد عملته صح. بس كده هي عملت كده بالظبط. بتاعت الرموش انا الصراحه ما عنديش، بتاعتي اتكسرت، فهي بعديها حطت ماسكارا على طول. ما حطت ماسكارا خفيفه قوي، يعني مش ماسكارا بتعمل فوليوم او بتعمل دبل للرموش، فانا هعمل كده زيها بالظبط واستخدم الماسكارا البسيطه دي. بعد خطوه الماسكارا يا جماعه هي حطت باودر وحطت بلاشر، ولكن باودر بلاشر. هي حطت درجه ديور دي اللي هي الفقعه. اخر حاجه فاجئتني انها ما حطتش ليبستيك او روج او اي حاجه. هو ده الميك اب اللي هي بتحطه يوميا او كل يوم، طبعا باختلاف درجه الروج، لان الروج اللي هي حطاه ده انا ما عنديش نفس الدرجه، او يمكن عندي بس انا كسلت ادور عليه. ده الفاينل لوك او الميك اب السيمبل بتاع اشتن اللي هي عملته في المسلسل، وكمان اللي هي عملته اللي هي بتعمله في العادي بتاعها. طبعا قولوا لي رايكم، حلو ولا وحش، لايق عليا ولا مش لايق؟ ميك اب زي ده تقدروا تعتمدوه كل يوم وانتوا نازلين ولا لا؟ صراحه بالنسبه لي اعتمده عادي جدا، مفيش اي مشكله. انا اصلا هو شبه الميك اب بتاعي الى حد ما. يا جماعه
عشان تعرفوا ان مشوار جي جي او اشتين ما كانش سهل خالص، وان هي مش مجرد شخص جات له فرصة ان هو يبقى ممثل على طول. لا، هي كانت في برنامج وعانت كتير عشان توصل لدور البطلة، ومثلت في مسلسلات كتير في ادوار ثانويه. صراحه انا لما عرفت المعلومه دي اتفاجئت وزاد حبي ليها قوي. هي الصراحه بتحب التمثيل قوي، وده واضح جدا من كلامها والفيديوهات اللي انا شفتها ليها. وعايزه بجد متحمسه قوي للجزء التاني من جوهره القسم اي. اكتبوا لي كمان انتم متحمسين للجزء التاني ولا لا. ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتكتبوا لي كومنت تحت يشجعني. ولو عجبكم الميك اب بتاع اشتين اكتبوا لي برده تحت في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.